يا جماعة الطبق ده خطير خطير بجد، بمعنى خطير. انا عملت مهلبية وعملت فوقها قمر الدين، جميلة جدا، تحلية حلوة. علشان طبعا احنا كل شوية بنعمل كنافة وقلاش وقطايف، والحمد لله يعني ربنا يديمها نعمة، كل حاجة رضا والحمد لله. عملت النهاردة بقى قمر الدين بالمهلبية بقمر الدين اهيت. دوقي كده شوفي، ايه رأيك؟ طعمها تحفة. طعمها تحفة. بصراحة جميلة جدا بنص لفة. تعالوا بقى نشوف الطريقة عاملة ازاي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا. انا النهاردة هعمل مهلبية، وهعمل يعني هعمل طبقة مهلبية، والطبقة التانية هعملها بقمر الدين. صراحة يعني هما ايه، يعني اللي عايزين حاجة زي كده بيقولوا لي، يعني احنا مش عايزين يعني كنافة والقطايف والقلاش والحاجات ديت، يعني ايه غيري لنا كده النهاردة. قلت لهم ماشي تمام. معايا كيلو بقى من الحليب اللي هو السايب العادي، وهو يا جماعة معايا 4 معالق من النشا اهوت. هحطهم كده على البارد في اللبن اهو، وهدوبهم كده كويس اهوت. معايا برضو اللبن السكر، هحط ودي 1 2 3 4 5 6 7 معالق من السكر. والسكر ده اختياري، لو انت بتحبيه ازيد من كده تمام، بتحبيها اقل من كده برضو ده حاجة ترجع، يعني تبع براحتك كده. معايا بقى معلقة قشطة صغيرة، بس هي لسه ما يعني مش فكت قوي، بس انا ايه هحطها هضيفها على المهلبية بتاعتي، وبعدين هدوب كده كويس جدا، وبعدين هرفعها عن النار. ادي معلقة القشطة اهي يا جماعة اهي، وهنزل بقى برضو كده، وبدوب بقى الحاجات بتاعتي كده يا جماعة اهيت. معلقة القشطة، ما عنديش كريم شانتيه النهارده عشان احط على المهلبيه بتاعتي، بس معلقه القشطه مع اللبن السايب. اللبن السايب دايما بيبقى سمين عن اللبن اللي في العلب، فبدينا القوام احلى يعني. ومعلقه القشطه بتبقى كويسه جدا. وهو يا جماعه وادي القوام اللي انا عايزاه، شايفينها؟ بسم الله ما شاء الله عليها اهيت. وهغرفها بقى كده واسيبها الاول هي تبرد اهوت. هحطها كده بقى واسيبها تبرد. واهو يا جماعه المهلبيه بتاعتي انا عملت 5 اطباق. فطبعا ده قمر الدين كنت بلاه بقى من الصبح، حطيت غلية ميه سخنه، وحطيت نص ورقه قمر الدين اهي. وهنزل بقى برضو بالنشا، هحط ادي معلقتين، ادي 3 معالق من النشا اهي. وهحط برضو السكر، بسم الله، ادي 2 3 4 5 معالق من السكر الكبار، و3 معالق نشا. وهرفعه بقى ايه على الخلاط، في الخلاط هضربه كويس جدا في الخلاط. واهو يا جماعه وده قمر الدين بتاعي، بس انت لازم تصفيه، يعني احنا بنصفيه كده الاول كويس جدا اهوت، وبعدين بقى ايه بنشيله. شفتوا؟ عشان بقى اللي بيطلع منه يعني الحاجات دي كده طالعه منه. هو طبعا هو غامق يعني عن اللي في الكاميرا، بس الكاميرا ايه جايباه فاتح شويه. واهو يا جماعه برضو غسلنا الحله كويس، ونزلنا بقى بالكميه اللي هي قمر الدين، نص لفه من قمر الدين مع النشا، مع معلقتين من النشا وكوبايه، و5 معالق سكر، ورفعتهم على النار، وهقلبهم كده بقى ايه لحد ما تستوي. وده اهو يا جماعه وده قمر الدين بتاعي، شايفين؟ شفتوا جماله؟ بسم الله ما شاء الله. واستوى كده معايا وبقى تمام اهوت، وده القوام اللي انا عايزاه. اطفي بقى النار واغرفه. واهو يا جماعه المهلبيه بتاعتي بقى كانت كده تمام خالص، بردت وبقت تمام. وهنرفع عليها بقى. شفتوا الجمال؟ بسم الله ما شاء الله.
وهو يا جماعة شفتوا اللون بقى والجمال اهوت. وكده قمر الدين بتاعنا بالمهلبية، الحاجة الجميلة ديت. طبعا حطيته على صينية رمضان اهو. يعني انا عملت كمان البولة ديت، يعني طبق كبير اهوت كله قمر الدين. بصراحة جميل جدا. انا قلت لهم بقى خلوا لي ده. هزوقها بقى ايه بشوية بس جوز الهند كده اهي، يعني حاجات بسيطة خالص. لو مش عندك ما مش مشكلة، هو مش محتاج. بنص لف، بنص لفة بس، يعني بنص ورقة قمر الدين عملنا الكمية ديت. وبكيلو من الحليب عملنا المهلبية اللي تحت اهوت اهو. شفتوا اهو اهوت. شفتوا؟ عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم في الطبق الجميل بتاعنا ده النهارده. التحلية الحلوة ديت جميلة جدا، جربوها. ولو عندك اقل من نص اللفة ممكن تعملي وتحط عليها جزر، يبقى عندك 3 4 جزرات كده. اسلقيهم وقومي ايه يعني غليهم كويس جدا، واسلقوهم واضربوهم في الخلاط وحطوهم معاهم. هتعملي احلى قمر الدين وحاجة جميلة جدا اهوت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مرة بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش تنسوا بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامة. باي باي.